السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطابت أيامكم بكل خير. قبل أي حاجة صلى على الحبيب النبي واذكر الله ويلا بينا. احنا خلاص فاضل 5 أيام على بطولة كأس العالم مع نظامها الجديد اللي بيضم 48 منتخب، واحنا في الحلقة دي هنتكلم عن حظوظ المنتخبات في كل مجموعة، كل المنتخبات الموجودة في كل مجموعة. احنا معانا 12 مجموعة، كل مجموعة فيها 4 منتخبات، فكل 4 منتخبات في كل مجموعة هنشوف حظوظهم من التأهل، ويمكن ايه ابرز نقاط القوة وابرز نقاط الضعف الموجودة عند كل منتخب، وكذلك طريقة اللعب. المجموعة الاولى اللي بتضم المكسيك وكوريا الجنوبية والتشيك وجنوب افريقيا. لما نيجي نبص المجموعة دي هنلاقي ان منتخب المكسيك هو المنتخب الابرز والاوضح في تلك المجموعة. ليه؟ لان منتخب المكسيك رقم 1 بيلعب على ارضه وسط جمهوره، منتخب شرس هجوميا، منتخب قوي بدنيا، منتخب متمرس في بطولة كأس العالم، وعنده الخبرة بالاخص ان المنافسين اللي معاه مفيش حد فيهم ند قوي او منتخب قوي او منتخب حصل على البطولة من قبل. كوريا الجنوبية بيقدر منتخب المكسيك يتعامل معاها زي ما يقدر يتعامل مع التشيك وجنوب افريقيا. فبشوف ان منتخب المكسيك مرشح بقوة ان هو يصعد اول لهذه المجموعة. لما نيجي نبص على كوريا الجنوبية المنتخب الثاني، المنتخب كوريا الجنوبية هو عنده نظام تكتيكي داخل الملعب صارم بيلتزم بيه، يعني اللعيبة بتلتزم بتكتيك المدرب، اللعب الجماعي، كذلك التحولات من الدفاع للهجوم بيمثلوا فيها خطورة بشكل كبير جدا على المنتخبات اللي بيواجهوها، وعندهم سرعة الانهاء امام المرمى. فبشوف ان منتخب كوريا الجنوبية منتخب مرعب ومنتخب بيقدر يحدث مفاجآت امام المنتخبات الكبيرة، فممكن يحدث مفاجأة في مجموعة يعني ما فيهاش ند قوي، بالاخص انك بتشوف فيها المكسيك، بتشوف فيها جنوب افريقيا، بتشوف فيها تشيك. لما نيجي نبص للمنتخب الثالث ومنتخب التشيك، منتخب التشيك من المنتخبات اللي ما تلهاش ماسكه، بمعنى ان منتخب التشيك بيعتمد على قوته البدنيه وبيعتمد على الكرات العرضيه، وهو ده اللي هنشتغل عليه. وما اعتقدش ان منتخب المكسيك عنده امال كبيره ان هو يصعد من دور المجموعات، حتى لو ما صعدش مش هيشكل مفاجاه او مش هيشكل حاجه كبيره، لان منتخب المكسيك هو ند بيحاول، لكن مش بنفس الكفاءه او بنفس القوه اللي موجوده عند المنتخب المكسيكي اولا، ثم المنتخب الكوري الجنوبي ثانيا. عشان لما نيجي للمنتخب الاخير في المجموعه الا هو منتخب جنوب افريقيا المرشح الافريقي في تلك المجموعه. منتخب جنوب افريقيا هو منتخب عنده روح جماعيه، عنده لعيبه متميزه زي مكوينه، وعنده لعيبه تقدر ان هي تحدث الفارق في المباريات. لكن مشكله منتخب جنوب افريقيا ان هو مش دايما بيشارك في البطولات الكبرى، وحتى في بطوله افريقيا ما بيقدرش ان هو يصل حتى المباراه النهائيه. فبشوف ان حظوظه قليله جدا في تلك المجموعه. عشان كده انا برشح ان منتخب المكسيك هيصعد اولا، هياتي من خلف منتخب كوريا، والتنافس على المركز الثالث ما بين جنوب افريقيا والتشيك، وممكن الاثنين يروحوا ويصعد المكسيك وكوريا الجنوبية. بالنسبة للمجموعة الثانية اللي بتضم المنتخبات الآتية: كندا، سويسرا، البوسنة والهرسك وقطر. يمكن بشكل مباشر منتخب سويسرا هو اقوى منتخب في تلك المجموعه. منتخب سويسرا متعهد البطولات الكبرى، منتخب بيلعب في بطوله اوروبا وبيشكل خطر على المنتخبات الكبيره، ومنتخب عنده قوه بدنيه، ومنتخب عنده سرعه انهاء امام المرمى، ومنتخب متمرس في بطوله كاس العالم. فمنتخب سويسرا هو المنتخب الاقوى في تلك المجموعه. ان كنت بشوف ان المنتخب اللي يجي من بعده هو منتخب كندا. منتخب كندا اللي بيعتمد على اطرافه زي الفونسو ديفيز، المنتخب اللي هيعتمد على فكره الارض والجمهور ايضا، وهيحاول ان هو يلعب على الحته دي ان هو يصعد للدور القادم. اما منتخب البوسنه والهرسك وكذلك منتخب قطر، المنتخبين بشوفهم بنفس الكفاءه، بيلعبوا باداء جماعي داخل الميدان، ما عندهمش الحلول الفرديه بشكل كويس، لكن هيحاولوا ان هم يثبتوا ذاتهم، ويحاولوا ان كل واحد فيهم يوقع الثاني عشان على اقل تقدير يصعد ثالث في تلك المجموعه. لان انا برايي الشخصي برشح ان منتخب سويسرا هيصعد اول لتلك المجموعه، هيجي من خلفه منتخب كندا. اما منتخب البوسنه والهرسك ومنتخب قطر فالاثنين ايضا هيتنافسوا على المركز الثالث، لان الاثنين مش بنفس كفاءه منتخب سويسرا او منتخب كندا، وده اللي هنشوفه في المجموعه الثانيه. اما المجموعه الثالثه فدي المجموعه اللي فيها تقل كروي، وفيها كوره، وفيها صامبا، وفيها صامبا افريقيه متمثله في منتخب المغرب. المجموعه اللي بتضم المنتخب البرازيلي، كذلك المنتخب المغربي، وهاي
هايتي واستوكلندا. لما تيجي تبص للمجموعه دي وانت مغمض كده اهو، هتقول ان المنتخب البرازيلي هياخد في ايده المنتخب المغربي، ودول كده كده صاعدين، وده بالفعل ده يحصل. احنا بنتكلم عن المنتخب البرازيلي اللي فيه عتاوله، في نجوم، في تشكيله، وفي الثانيه، وفي كارلو انشيلوتي، فمنتخب قادر بكل سهوله ان هو يفوز في مبارياته الثلاثه. لكن العقبه اللي هتقابل منتخب البرازيل هو منتخب المغرب. منتخب البرازيل يقدر يفوز على استوكلندا ويقدر يفوز على هايتي، لكن امام منتخب المغرب بتوقع ان نتيجة مباراة البرازيل مع المغرب ممكن تخلص تعادل سلبي، تخلص تعادل ايجابي، ممكن تخلص هزيمة البرازيل امام منتخب المغرب. بالاخص ان منتخب المغرب حاليا معاه تشكيلة هي من اقوى المنتخبات الموجودة في العالم، مع مدرب شاب وقوي حصل على بطولة كأس العالم للشباب محمد وهبي. فمنتخب البرازيل قادر على التأهل، لكن أول مجموعة أو تاني مجموعة ده اللي هيتحسم في مباراته مع المنتخب المغربي. عشان لما نتكلم على منتخب المغرب أيضا أقدر أقول لك إن المنتخب المغربي عنده تشكيلة قوية مدججة بالنجوم بقيادة قوية جدا لمحمد وهبي. منتخب المغرب عنده منتخب قادر إن هو يفوز في مباراة استوكلندا، مباراة هايتي، وقادر إن هو يتخطى عقبة البرازيل إن قدروا إن هم ياخدوا المباراة بجدية، وإن قدروا إن هم ينافسوا لحد آخر لحظة يقدروا يصعدوا. نتكلم عن منتخب المغرب اللي واصل للسيمي فاينال البطوله الماضيه، يعني عامل انجاز افضل من منتخب البرازيل، لكن اسم البرازيل اللي تقله، لعيبه البرازيل اللي هتقولها، كذلك المنتخب البرازيلي هو الاكثر حصولا على البطوله. لكن هنشوف المباراه اللي ما بينهم هتحدد مين اللي هيصعد كاول مجموعه. لكن منتخب هايتي ومنتخب استوكلندا الاثنين بشوفهم في روح المغامره. هما منتخبين هيحاولوا ان هما يحدثوا مفاجاه، حد فيهم هيحاول يظهر بشكل الحصان الأسود في تلك المجموعة. والحاجة الحلوة ان في فرصة ل8 توالت، يعني كل منتخب من دول قادر ان هو يصعد كأفضل ثالث في المجموعة. فده اللي هيشتغل عليه المنتخبات زي هايتي واستوكلندا في المجموعه الثالثه، ايضا زي قطر والبوسنه والهرسك في المجموعه الثانيه، زي تشيك وجنوب افريقيا في المجموعه الاولى. لكن دي مجرد توقعات ومجرد اراء في اول 3 مجاميع من بطوله كاس العالم. انتظر ارائكم وتوقعاتكم لكل مجموعه من مجموعات بطوله كاس العالم. حط تعليقك ودوس لايك وفعل زر الجرس واشترك في القناه عشان يصلك كل جديد. وفي النهايه كان معكم محمد عماره، والى اللقاء.